تعالوا معايا نجرب منتجات مش هتلاقيها موجوده غير في السوبر ماركت النرويجي. يلا بينا. عايزه اقول لكم ان النراوجه بيعتزوا جدا بمنتجاتهم، حتى السوبر ماركتس بتاعتهم موجوده بس في النرويج. يعني ده مثلا اسمه كيوي، واللي هنروحه التاني اسمه ميني، دول موجودين بس في النرويج، يعني حتى مش موجودين في اوروبا كلها. ووصلنا على ميني. بصراحه يا جماعه السوبر ماركت ده هو المفضل لقلبي، لان بصراحه فيه كل حاجه. يعني بصوا لغايه الورد. الخضره هنا بقى يا جماعه بتجيبوها كده زي ما انتم شايفين مزروعه. يعني انا علشان اعمل محشي كنت بروح اجيب كذا زرعه من دول واقصهم وبعد كده نعمل بيه المحشي. مش فاهمه ايه الفكره يعني. عايزه اقول لكم من الحاجات اللي صدمتني ان البتنجان هنا بيتباع بالقطعه. قطعه البتنجان ب 38 كرونه، كيلو البتنجان ب 126 كرونه، يعني حوالي 40 درهم، يعني حوالي 500 جنيه مثلا. 500 جنيه بكام البتنجان في مصر؟ البصل هنا كمان في منه فصايل غريبه قوي. في اللي انتوا شايفينه ده كبير قوي، كبير قوي جدا، وفي ده كمان برده كبيره، سلطه مكتوب عليه سلطه. وعايزه اقول لكم انا جربت الشيبسيات هنا برده، هنا محليه ملهاش طعم. وتعالوا نجيب مع بعض واحد. تعالوا نجرب انهي طعم. ده بالملح والفلفل تقريبا، وده بالملح بس، وده بالبابريكا. تعالوا نجرب الملح والفلفل ده هنشوف نظامه ايه. وده ب 30 كورونا. الشركه دي بقى يا جماعه اللي اسمها تاين مستوليه على اي حاجه ليها علاقه بمنتجات الالبان، زبادي، سمنه، لبن، كل بقى انواع الحليب واللبن. بصراحه هي حلوه جدا، يعني ما تلاقوش عندهم اي براند تاني للالبان والزبادي والحاجات دي غير تاين بتاعتهم. نفس الكلام يا جماعه في الايس كريم. يعني شايفين كل الايس كريمز دي كلها اغلبها حاجات محليه. يعني بصوا بس حاجه واحده بس اللي شفت ان هي ايه مش محليه. واصلا انا مش عارفه ليه هم بيستهلكوا كميه الايس كريم دي وهم اصلا بلد يعني تلج. نرويج، نرويج. انا عايزه اقول لكم ان ده احسن كلينزنج وايبس انا استعملتها في حياتي، تحفه. حاجه كمان بقى يا جماعه ان النراوجه ما بياكلوش غير الشوكولاته بتاعتهم. وانتم مش متخيلين الموضوع ده اثر فيا ازاي، لان انا ما عجبنيش طعم الشوكولاته بتاعتهم. والمشكله ايه بقى، ان انا مش لاقيه اي شوكولاته من الشوكولاتات العاديه اللي انا بحبها. يعني بصوا كلها شوكولاتات نرويجيه. يعني عجبك ولا ما عجبكش هتاكل بس شوكولاته ميد النرويج. بصوا عشان ما اظلمهمش قوي، يعني الشوكولاته دي يعني عجبتني شويه، يمكن عشان بابلي. الباقي ما عجبنيش خالص، ما عجبنيش. فريده دي ما عجبتنيش. الشوكولاته دي بقى يا جماعه بالظبط شبه الكيت كات، تمام شبهها. يعني هي من جوه عامله خطوط كده اهو زيها، بس برده الطعم مختلف تماما. هنا لما النراوجه بيطلعوا اي هايك بيجيبوا الشوكولاتايه دي ومعاهم اورنج، ويطلعوا الهايك يطلعوا الجبل وياكلوا بس دي والبرتقانه. يعني مش زينا خالص نطلع بقى نشوي ونعمل فيست علشان ناكل، بس بياكلوا دي وبرتقانه بعد ما بيطلعوا جبل وينزلوا من الجبل. ربنا يديكم الصحه. بصوا انا جربت دي قبل كده فمش هجيبها. تعالوا نجرب مع بعض حاجه تانية ما جربتهاش لغايه دلوقتي، اسمها سماش. مش عارفه هي عباره عن ايه. هي في منها الشكل ده وفي كمان دول، فيلا نجرب الاثنين. ده بقى يا جماعه اعظم اختراع التاريخ عرفه. الدرايد مانجو بتاعتهم غير اي درايد مانجو انتوا جربتوها في حياتكم. حاجه غريبه بقى بصراحه انا ما شفتهاش موجوده غير عند اخواتنا النراوجه. الحلويات دي كلها موجوده في كل سوبر ماركت. بيجيب كيس وبتجمع فيه كل الحلويات دي، وهو بيبقى سعر ثابت. يعني كيس تميكس فيه كل الحاجات دي وكلهم مع بعض بنفس السعر. يعني بصوا الميكس كامل ب 179 كرونه، لغايه الجيلي كولا موجوده، جامي بيرز. بصوا انا لقيت ده فهحط فيه، مش عارفه هو تبعهم ولا لا، بس انا مش لاقي اي حاجه تانية احط فيها غير ده. تعالوا بقى نختار سوا. هنحط جيلي كولا، مش عارفه ايه الخرز ده بس هحط منه 2 يا جماعه. كل بوكس بتفتحوه ريحته رهيبه، مش عارفه ايه دي. هي شكل على شكل بوسه، ودي بتلمع، ودي شوكولاته عليها نقط مش عارفه هي ايه، ودي سمكه، ودي برده شكلها حلو مش عارفه هي ايه. دي اعتقد انها حاجه زي الكراميل. دي مش عارفه هي ايه بس سهلميه قوي، مش عارفه ايه الشكل ده. يعني انت بجد لو لقيت بيضه مش هتشتريها، ولو لقيت قلب مش هتشتريه؟ لما نروح البيت بقى نجربهم كلهم. طبعا يا جماعه انتوا عارفين ان النراوجه كمان من اكتر البلاد اللي عندها اسماك، بس ما تفهموش صح، الاسماك هنا غاليه جدا نار. وزي ما انتوا شايفين في منتجات يعني هم سو كرييتيف فيها. يعني بصوا ده اللي هو الكراب يخلينه، يعني انت بتشتري بس الحاجات اللي جواه على طول. انت بقى هتقعد تفصص وكده، لا اشتري كده على طول. وكمان تقدر تشتري الجمبري كده على طول فروزن بالقشر بتاعه من التلاجة عادي كده. تفتح التلاجة تاخد الجمبري بتاعك. وادي شركه تاين اللي كنت بقول لكم عليها. وهنا كل منتجات الالبان برضو بتاعتهم. من الحاجات كمان اللي بيعتمدوا عليها بشكل كبير بصراحه لاحظت هنا هي البيتزا المجمده. يعني شايفين قد ايه بيتزا مجمده، كله بيتزا مجمده. التلاجة دي كلها بيتزا مجمده. بيحبوا البيتزا المجمده زي عينيهم، بيتزا مجمده حتى التلاجة اللي جنبها. اما بالنسبه للمشروبات الغازيه فسولو هو اكتر حاجه مشهوره ومعروفه عندهم. بصراحه جربته، هو بيحاول يبقى فانتا بس بصراحه مفيش مقارنه، فانا مش هجربه تاني. انا جربته. بصوا انا جربت سولو بس انا بصراحه عطشانه عايزه اجرب حاجه من عندهم. في ده مش عارفه ده ايه، يعني اسمه فيلا. يعني ليه عصير يبقى اسمه فيلا مش عارفه، بس تعالوا نجربه. وطبعا يا جماعه قسم المخبوزات هنا كل السوبر ماركتس تقريبا بتخبز كل يوم منتجات فريش. زي ما انتم شايفين الحاجات دي معموله في السوبر ماركت فريش.
وكمان بيبيعوا العيش زي ما انتم شايفين مجمد، يعني بيبيعوا الفريش وبيبيعوا العيش مجمد وكميه عيش. انا اتعرفت على انواع عيش كتيره هنا كمان ما كنتش اعرف عنها حاجه، يعني زي ده مثلا، ده حلو جدا جربته بس ما عنديش اي فكره هو ايه ولا اسمه ايه. وتعالى اوريكم العيش النرويجي بقى الاصلي اللي اسمه اللومبر. اللومبر ده بقى بياكلوه او بياخدوه معاهم لما بيكون عندهم شوي، بياخدوا واحده من العيش ده ويلفوا فيها السوسج بتاعتهم، والسوسج بتاعتهم طويله شبه بتاعه الامريكان كده بس اطول كمان شويه، وفي عندهم منه انواع كده زي ما انتم شايفين، بس ده العيش الاصلي بتاعهم. احنا شفنا ان هما بيبيعوا عيش فريش وعيش مجمد وكمان عيش زي ما انتم شايفين كده نص سوا، يعني ده تاخده وتحطه في الفرن شويه عشان يستوي. شايفين حتى لونه لسه ازاي ابيض. بصوا هي درجه الحراره دلوقتي -1 زي ما انتم شايفين كده، فانا ممكن اندم على القرار ده بعدين، بس انا حسيت ان انا عايزه اعمل فيديو هنا. تعالوا نجرب بقى ايه مع بعض الحاجات دي واحده واحده كده. انا عايزه اشوف ايه الفيلا ده هنشوف ايه الفيلا ده. انا زي ما قلت لكم اديت سولو 6/10، مش فاكره 6 تقريبا، عشان كنت عايزه اقول 7 بس حسيت ان 7 كتير قوي عليه. بسم الله. والله فيلا حلو يعني على عكس المتوقع، وما فيهوش سكر، فلطيف لطيف يعني، ممكن اديله 7/10. تعالوا بقى نجرب الشيبس ده اللي بالملح والفلفل، ويا رب يكون فيه ملح وفلفل، لان الناس هنا بصراحه ما اي حاجه مارينيتد عندهم بتبقى ضعيفه قوي، طعمها بيبقى ضعيف. شيبسايه كبيره. بسم الله. هو حلو بس هم حاطين فيه حاجه زياده على الملح والفلفل. اللي بيعرف نرويجي يترجم، عشان انا فهمت ان هو ملح وفلفل بس هو عليه حاجه لونها احمر. لا ده حلو قوي. هو ستيل الطعم فيه مش قوي، مفيش فيه اي فلفل اساسا، بس هو كتشيبس طعمه حلو قوي. ده بقى مكتوب تقريبا ان هو عباره عن كون ومتغطس في الشوكولاته، وتقريبا بقى جواه حاجه سويت اند سولتي كريسبي. تعالوا نشوف ده ايه. عارفين ده ايه؟ ده فنكوش مغطسينه في الشوكولاته 0/10. تعالوا بقى نشوف البتاع ده بيقول ايه. شكله كده عرق سوس. عرق سوس، بس اقول لكم حاجه، عرق سوس مع بتاع الروز ده الميكس جامد. دي ايه دي؟ شكلها برضو عرق سوس، مش عارفه ايه دي. 0/10. المفروض دي كراميل. نوت باد. ده ايه ده بقى؟ مش عارفه برضه، بس اللي هي بتتحط في الودن دي عشان تسد الصوت. بتتاكلش. دي حاجه منتي من النص، يعني في حاجه بتفرول جوه في النص مديها طعم منت كوت كده، برضو عرق سوس. مش عارفه ايه حوار مع عرق سوس. ما تجمل. هنشوف دي ايه. هي اصلا يعني لا والله طريه. دي البنه، تيست البن قوي. دي اللي كانت جواها ابيض. يا ربي سناني هتتخلع. حلوه. لازم نجرب البيضه دي، اصغر بيضه في العالم. السفر ما فرقعش. طعم غريب برضو جدا. دي بقى صديق الطفوله، يا ترى طعمها هنا زي عندنا ولا لا؟ مفيش طعم اصلا. دول بقى اخر 3 هنجربهم. دي اديها 10/10 عشان اتقطمت على طول، وهي جامده طعمها حلو قوي. تفتكروا ايه ده بقى؟ ده سكر بلا هدف. الزرار بقى ايه يا ترى؟ بقى ايه الزرار ده؟ لا بس طعمه حلو.